حضرتك في قرار كابتن طاهر أبو زيد امبارح، ثم تراجع ثم تعديل من البزاوي، رأيي ان القرار ما اتدرسش كويس، وان قرار للاسف الشؤون القانونيه ده بيثبت ان لجنه الشؤون القانونيه في وزاره الرياضه للاسف ما عندهاش علم بالقوانين ولا الدستور. وده يأسفني ان انا يكون وزير دوله للرياضه وبيطلع قرارات وبدون رجوع لقرايه الدستور. يعني المفروض اي وزير يكون قال نعم على الدستور، يكون قراه وفاهم ايه اللي موجود فيه، وبالتالي يعني المفروض ان القرارات ما تكونش متسارعه، تكون مدروسه. واحنا عايزين مصلحه الرياضه في الاخر، احنا مش عايزين صراع. يعني احنا باستقاله كابتن طاهر أبو زيد؟ لا، انا دي حاجه انا ما اتدخلش فيها، دي حاجات شخصيه لكل واحد حسب كل واحد هو فكره وآراءه. لكن انا بقول ان الصراع مش هيجيب نتيجه. دايما في اي حته في اي مجال من مجالات سياسه اقتصاد اي حاجه لازم يكون في تعاون بين الجهات، ما يكونش في صراع. وبالتالي يعني يكون اعتقد يعني ان ده هيوصلنا للمستوى العالي. طول ما احنا في صراع عمرنا ما هنوصل للمستوى. حضرتك اخو كابتن حسام حمدي؟ مالهاش دخل بقى بالحديث. حضرتك ايه؟ دكتور سامح حمدي. سامح ايه؟ سامح حمدي.